علقوا الزينة من حوالينا وارفعوا فانوس رمضان عالي. طال الوقت بينا وشوقنا مالينا، يلا يا هلال رمضان لالي. طول السنة قاعدين نستنى ليلة الرؤيا والنفحات، نتسحر ونسمي وننوي صيام وقيام شهر الخيرات. يا رب يا عالم بالأسرار، تعتقنا وتجرنا من النار، تكتبنا من الشهداء الأبرار. احنا وأهالينا وكل مالينا وكل عزيز غالي علينا. علقوا الزينة من حوالينا وارفعوا فانوس رمضان عالي. طال الوقت بينا وشوقنا مالينا، يلا يا هلال رمضان لالي. تسابيح مع أذكار، تراويح مالية الدار، وافطرنا الحلو بيجمعنا على طبلية وجو أصيل، ونحل كنافة وقمر الدين، والخير ما تقولش ده جاي منين. بركة رمضان دايما ضعفين، والحب مالينا احنا وأهالينا وكل عزيز غالي علينا. علقوا الزينة من حوالينا وارفعوا فانوس رمضان عالي. طال الوقت بينا وشوقنا مالينا، يلا يا هلال رمضان لالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير حبايب قلبي. وما تنسوناش في الاشتراك وفي اللايك الجميل بتاعكم والتعليقات اللي انتوا بتكتبوا لي فيها كلامكم الجميل ليا. بشكركم طبعا على كل كلمة انتوا بتقولوها كويسة بتجبر الخاطر. بصوا حبايبي، انا رحت عند ماما قلت اطبخ بقى عندها ايه كده، واعمل روتين كده ايه يشجع كده ايه كل حد كده ايه قاعد بقى يقوم يطبخ بقى ويعمل زينا. قلت اعمل ايه، رز وقلقاس وفراخ. وقفت عند ماما، عملت القلقاس وعملت الرز وعملت الفراخ. اول حاجة انا سلقت الفراخ، وبعد كده اخدت الشوربة بتاعتها عملت عليها القلقاس وعملت الرز. تمام. بصوا حبايبي، ايه انا عايزه اقول لكم على حاجه. لو انتوا عملتوا اكل مثلا وتفضل عندكم اكل زياده ما ترموهوش. يعني مثلا لو انتوا عملتوا اكل وتفضل مثلا شويه قلقاس شويه ملوخيه شويه رز، خدوهم جففوهم في الفريزر، حطوهم اي وقت هتطلعوهم هتعوزوهم. اي حاجه يعني هتحطوها هتلاقوها. ممكن مثلا مش قادرين تعملوا اكل مثلا لولادكم، ممكن تطلعوهم تسخنوهم وتحطوه لهم. انا ذات نفسي بعمل كده. يعني انا لو عملت رز بالزياده وتفضل عندي رز، باخده بحطه مثلا في علبه او في كيسه وباجي حطاه مثلا في الفريزر. تمام. انا بقى ايه، كنت بدق بقى الكزبره بالتومه بشويه ملح، وفي باخد نص الكزبره. انا مش بعمله بالسلق، مش بحب اعمل القلقاس بالسلق، فانا بحط له معلقه صلصه عشان بس يحمر القلقاس شويه. ودقيت الكزبرة مع الملح وحمرتهم بحتة سمنة فلاحي او اي سمنة عندكم او اي شوية زيت، يعني اي حاجة بس تدي ريحة وطعم للاكل. دقيت الكزبرة بالثوم، واخدت شوية كزبرة حطيتهم في الخلاط مع نقطتين 3 مية، وضربتهم في الخلاط كبتهم في الشوربة. وانا بعمل ايه، القلقاس بعد ما سلقت الفراخ. ف
كنت بقول لكم يعني ان انتوا المفروض اي اكل او اي بواقي اكل ما ترموهاش، حرام، الحاجة بقت غالية دلوقتي والاكل بقى غالي. الرز وصل ل27 و28 جنيه الكيلو، فطبعا حرام ان احنا نعمل اكل بزيادة ونرموه. لو اتفضل عندنا اي حبة اكل مثلا او اي حاجة، فضلات، حتة فرخة، اي حاجة حطوها، والله هيجي عليكم وقت وهتنفعكم جامد. فهو ده اللي انا كنت عايزة اقوله لكم يعني. بصوا حبايبي، في حاجة انا عايزة بس ايه يعني اقول لكم عليها. اي حد بيجبر حد بكلمة، والله العظيم يعني بتقعد له، بتلف تلف وبتقعد له. الكلمة الطيبة والكلمة الحلوة بتبقى صدقة عند ربنا. فأي حاجة انتوا تقدروا تعملوها في الدنيا، كلمة حلوة، أي حاجة تقدروا تعملوها وهي في ايديكم، ما تستخسروش اعملوها. حتى لو انتوا على قد حالكم وربنا مثلا لقيتوا حد محتاج، ممكن تطلعوا اي صدقة مثلا او اي حاجة مثلا صغيرة تعملوها. ف يعني مش حرام ان احنا مثلا ايه يكون في ايدينا حاجة واحنا مثلا ما نطلعوهاش، لا نطلعه ونعمله. كل ما فيش حاجة بتنقص اصلا من ايدينا، بنطلعها على ولادنا، بنطلعها على صحتنا، بنطلعوها على اي حاجة. فحتى لو عندكم شوية اكل وانتوا مش محتاجينهم ان انتوا تشيلوهم، ممكن تطلعوهم تدوهم لاي حد يستحقهم، غلبان مثلا يقعد ياكلهم، يبقى انتوا استفدتوا. والبدل مثلا ما ترموا الحاجة، لا، في ناس تانية استفادت، بتحطوها مثلا بشكل كويس، مثلا في علبة او في حاجة، تدوها اي لحد مثلا محتاجها، للأقربون، لأي حد بره محتاج. فربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب كده. أي خير حد بيعمله، أي كلمة حد بيقولها كويسة لحد، ربنا بجد يعني قعدوله في ميزان حسناته. بصوا حبايبي، انا كنت بقول لكم دلوقتي ان انا كنت بحمر الكزبره بالحته التومه برشه ملح صغيره، دقيتهم في الجرن وحطيتهم بحمرهم لغايه ما الفراخ تتسلق عشان اخد الشوربه بتاعتها. ودلوقتي انا عملت الرز، حمرت الشعريه وسقطت الرز وقلبته وخلصت الاكل بس. فانا بس كنت عايزه كمان او اقول لكم على حاجه، ان في في الدنيا لو حد، بص حبايبي، هنا كنت بكمل لكم ان انا كنت ايه بقلب الكزبره جامد عشان خاطر ما تتحرقش مني. لازم نحطها على نار هاديه، هي لازم تغمق شويه، ما تبقاش محطوطه كده. فانا هحط الحله بتاعه الرز ورا، وهجيب الكزبره على عين الصغيره عشان خاطر ايه ما تتحرقش. انا كنت بشوف الفراخ استوت ولا لا، لقيتها لسه عايزه سنه صغيره كده، واسيبها على النار عشان ما تبقاش الفراخ نيه. ورحت بقى هطلع الفراخ، وبعد ما اطلع الفراخ هحط القلقاس. انا كنت مجففه عند ماما قلقاس، كنا جايبينه غسلينه ومجففينه، واخدناه بنطلعوه بنحطوه في الشوربة على طول. دي بتبقى حاجة سهلة قوي، عن ما انتوا ما تجيبوا الحاجة وتخرطوها وتغسلوها في ساعتها. هتبقى بالنسبة لكم وانتوا بتعملوا الاكل ممكن تبقى تعب شوية، بس انتوا لو جبتوا الحاجة جففتوها، والله ممكن تقعد معاكم سنة. يعني اللهم لك الحمد، احنا بنجفف الحاجة بتاعتنا بتقعد معانا، وبنطلعوها بنعملها بكنها زيها، اكنها لسه معمولة بالظبط، يعني لسه طازة تمام، كني لسه مثلا جايباها وعاملاها بس. فانا بصوا كنت بطلع بقى الفراخ دلوقتي، وكنت بشوفها، وهحط القلقاس على طول، وبعد كده هسقط الكزبرة، هعمل الطشة بتاعت الكزبرة. والقلقاس كان طالع جميل، كان طالع طعمه جميل، وكان طالع ريحته بصراحة كانت قلب البيت. اللهم لك الحمد، كان طعمه جميل جدا. فانا هطلع الفراخ دلوقتي، وهحط مكان الفراخ هحط في الشوربة القلقاس. حبايب قلبي، فين بقى اللايكات بتاعتكم اللي بتشجعوني بيها؟ وفين التعليقات؟ وفين الاشتراك في القناة؟
فين الحاجات الحلوة اللي انتوا بتعملوها كده، بتشجعونا بيها ان احنا نعمل لكم روتينات ونعمل لكم حاجات جميلة ننزلها لكم. واكتبوا لي اي حاجة لو انتوا عايزيني اعملها لكم، عن روتين، عن اكل، عن اي حاجة. اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم حبايبي، على انا طول. كانت الكزبرة خلاص كانت بقت لونها زي البني كده النحاسي. طفيت عليها، والرز هنا كان استوى خلاص معايا، كنت بوريه لكم. اتشرب الرز وطيت عليه. هنا هطلع بقى الفراخ قدامكم اهو. كنت بقلب بس الرز كده ايه تقليبه. وهنا هطلع الفراخ وهحط مكانها على طول القلقاس. والكزبره كانت خلاص بوريها لكم اهي ان هي خلصت، بقى لونها ايه شبه البني ايه كده ايه النحاسي. والفراخ استوت معايا. طبعا انا مظبطه الشوربه يعني مخليها فيها كل حاجه من الفراخ. هحط القلقاس، كنت بوريكم القلقاس اهو حطيته. انا بجفف كده على قد الطاقه اللي احنا ايه هناكلوها يوم او يومين عامه. هنا قلبت القلقاس، بصوا هنا كنت بقلبه. واول ما ياخد غلوه حاجه انا بقى حاطه عليه الكزبرة اللي انا حطيتها في الخلاط بشوية مية. انا ذات نفسي يعني انا بعمله كده، في ناس بتحب تعمله بالسلق، انا من الناس اللي بتحب تعمله بالكزبرة. هنا انا طفيت على الكزبرة خلاص، بس انا بحب اغمقها شوية. وبعد كده هاجي كباها على القلقاس وهوريهولكم بقى في الاخر هيبقى عامل ازاي. بس انا مستنية بس ان القلقاس ياخد غلوة. انا غطيته عشان خاطر ايه يلحق ان هو ايه ياخد الغلوة بتاعته. وفردة مكعب برضو تطعم عشان انا دقت الشوربة لقيت الشوربة محتاجة ان هي ايه عايزة شوية ملح، قلت احط لها فردة مكعب تطعم الايه الشوربة والقلقاس اكتر. السلام عليكم.